أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخواني في الله، أحبائي في الله، اليوم بدنا نعيش مع معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له 1200 معجزة. اليوم بدنا نعيش مع معجزة اسمها معجزة يا أخوان، اسمها يعني إشي غير طبيعي. تمام يا أخوان؟ معجزتنا اليوم يا إخوان مع النبي عليه الصلاة والسلام معجزة عظيمة، حيث جاء في الأثر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ذات يوم جالس مع الصحابة الكرام، كان في بداية الدعوة إلى الله، فجاء رجل كافر صنديد شجاع، جاء من الصيد، جاي من الصيد، معه ضب حيوان صغير ميت، فشق الصفوف وأخذ بالإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صار يسيء للنبي والنبي ساكت، والصحابة بدهم يدافعوا عن النبي، تركهم النبي، كان حليم النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتهى هذا الرجل من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيقول له بالعامية خلصت؟ انتهى؟ قال له قال له اسمع، هذا الرجل بيقول للنبي من الآخر، شايف الضب هذا الميت اللي بإيدي، شايفه؟ إذا هذا الضب بيآمن فيك أنا بآمن فيك، يعني هو على قناعة إنه خلص انتهى، يستحيل يآمن بالنبي. فالنبي قال له يعني إذا الضب آمن بي بتآمن بي؟ قال نعم. قال له أعطيني الضب. النبي مسك الضب يا أخوان، اسمعوا يا أخوان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ضب، فأنطقه الله، قال لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يا ضب من تعبد؟ قال اسمعوا يا اخوان، والله احنا ما بنعرف نقولها. قال الضب، النبي يقول للضب من تعبد؟ قال الضب اعبد الذي في السماء عرشه، اعبد الذي في السماء عرشه، وفي الارض سلطانه، وفي الجنة نعيمه، وفي النار عذابه، وفي البحر سبيله. قال يا ضب من أنا؟ قال أنت رسول الله، أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فبكى الرجل، تفض وقال يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لقد جئتك وأنت أبغض الناس إلى قلبي، وها أنا أتركك وأنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. أحببنا إخواني أن نذكر هذه المعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. البهائم آمنت بالنبي، الطيور آمنت بالنبي، الجمادات بكت عن النبي، وإحنا الآن في أناس من جلدتنا لا بيعرفوا الله ولا بيعرفوا النبي، فنسأل الله الهداية للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.